ضجة هزت الأوساط الرياضية والإعلامية في تركيا. تصدرت الحكمة التركية الشابة أليف كار أرسنال عناوين أخبار بعد انتشار مقطع فيديو غير أخلاقي يزعم أنه يظهرها مع الحكم المخضرم أورهان أرديمير الذي يكبرها بأكثر من 3 أضعاف عمرها. وقد بدأت القصة بعد تسريب فيديو يظهر فيه الثنائي أليف كار أرسنال وأورهان أرديمير في موقف غير أخلاقي، مما أثار ردود فعل قوية في الأوساط الرياضية. وفقا لتقارير صحفية، كانت الحكم أورهان أرديمير الذي يبلغ من العمر 61 عاما قد تدخل لمساعدة أليف في تحسين وضعها في مجال التحكيم مقابل تنازلات، مما أدى إلى ظهور هذا الفيديو الذي أثار الجدل. الفيديو الذي نشر على الإنترنت وانتشر بسرعة كبيرة جذب الآلاف المشاهدات في غضون ساعات قليلة، مما أشعل مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا وخارجها. هذا المقطع تسبب في فضيحة رياضية مدوية أثرت على سمعة التحكيم التركي وأثارت الكثير من الجدل. وإن صحيفة الديلي ميل البريطانية أكدت أن أليف التي تبلغ من العمر 24 عاما كانت تسعى للوصول إلى مستويات عالية في مجال التحكيم بالدوري الممتاز، إلا أن هذا الفيديو قد أوقف مسيرتها بشكل مفاجئ. وبمجرد انتشار الفيديو، أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم عن إيقاف كل من أليف كار أرسنال وأورهان أرديمير مدى الحياة ورفض جميع الطعون المقدمة من قبلهما. جاء هذا القرار بعد أن أصبحت الفضيحة مسألة رأي عام، حيث لم يكن أمام الاتحاد سوى التحرك بسرعة لإعادة الثقة في منظومة التحكيم. وعلى الرغم من الفضيحة، شهدت أليف زيادة كبيرة في عدد متابعيها على انستجرام بعد انتشار الفيديو، إذ قفز عدد متابعيها بأكثر من 200 ألف متابع، مما يعكس تفاعل واسعا مع القضية سواء بالفضول أو بالتعاطف. وقد تسبب انتشار الفيديو في نهاية مسيرة أليف وأورهان المهنية، حيث تأثر الاثنين بشكل كبير بالفضيحة. هذه القضية لم تؤثر فقط على حياتهما الشخصية، بل أضرت أيضا بسمعة التحكيم التركي بشكل عام. ومن جهتها نفت أليف بشدة صحة الفيديو، مؤكدة أن المقطع تم إنشاؤه باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بهدف تشويه سمعتها. رغم ذلك، لم يقبل العديد من المتابعين تفسيرها، حيث ازدادت الشكوك حولها نظرا لشخصيتها المثيرة للجدل على انستجرام وفي حياتها اليومية. أليف كانت تعرف بأثارة الجدل من خلال مشاركتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كانت تعرض مفاتنها بشكل لافت. وبكده نكون وصلنا بحضراتكم لنهاية الفيديو، وإلى اللقاء إن شاء الله في فيديو جديد، وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.